ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا، بس النتيجة زي ما انتوا شايفين هايلة. هعمل لكم وصفة القوام بتاعها كريمي وطعمها لذيذ جدا، هيعجبكم قوي. يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، واللي لسه مش مشترك في قناتي يشرفني ويشترك في القناة. ودلوقتي يا حبايبي هنشوف المقادير مع بعض. هنستخدم في وصفة النهاردة لتر من اللبن، يعني حوالي 5 كوبايات تقريبا. في حاجات أساسية بنستخدمها علشان خاطر نعمل المهلبية. أساسي بنستخدم السكر والنشا. في ناس كمان بتحب تستخدم الدقيق، لأن الدقيق بيديها قوام كريمي وطعمها بيبقى حلو جدا. في حاجات منكهات تانية هقولكوا عليها، بس في الأول هقولكوا على الحاجات الأساسية. لتر من اللبن بستخدم معاه 4 معالق كبيرة من الدقيق، 5 معالق كبيرة من النشا، نص كوباية من السكر، والسكر ممكن يزيد أو يقل حسب الرغبة. الحاجات التانية اللي هتدي الطعم الجميل لوصفة النهاردة، هنستخدم كيس من لبن البودرة، هيديها طعم حلو قوي. وهنستخدم كمان كيس من الكريم شانتيه، أو 3 معالق كبيرة من الكريم شانتيه. لو مش عاوزين تستخدموا لبن بودرة أو كريم شانتيه مفيش مشكلة، استخدموا الحاجات الأساسية، بس هتضيفوا كيس من الفانيليا علشان يدي طعم وريحة جميلة للمهلبية. لو عاوزين نغير من طعم أو لون المهلبية ممكن نستخدم كاكاو. أنا مش هضيفه للكمية كلها، هضيفه لنص الكمية، هخلي نصها فاتح والنص التاني غامق. ودلوقتي هنشوف الطريقة مع بعض. هضيف السكر للبن، والسكر زي ما اتفقنا حسب الرغبة، ممكن يزيد أو يقل زي ما انتوا حابين. هنقلب كويس لغاية ما السكر يدوب. ودلوقتي هنضيف اللبن البودرة ونقلب، وهنضيف الدقيق، وهنضيف النشا. هنقلب كل الحاجات دي. عاوزين ما يبقاش فيه اي تكتلات موجودة، عاوزين النشا والدقيق يختلط تماما باللبن. دلوقتي خلاص الخليط جاهز معايا علشان اخده واحطه على البوتاجاز ونبدأ مع بعض في عملية التسوية. هنحط الخليط على نار متوسطة، نار ما تبقاش عالية قوي ولا تبقى هادية قوي. واهم حاجة التحريك المستمر، يعني ما ينفعش تسيب الخليط اللي قدامنا وتروحوا تعملوا اي حاجة وترجعوا تكملوا تاني، كده هيكلكع منكم. الحاجات اللي زي المهلبية او الكاستر او البشاميل عاوزة دايما التحريك المستمر. ايديكم ما تسيبش المضرب خالص لغاية ما القوام يبدأ يتخن معانا. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين القوام بدأ يتخن شوية. هنسيبه شوية كمان على البوتاجاز علشان مش عاوزين نحس بطعم الدقيق او بطعم النشا، فلازم نسيبه يستوي شوية. كل ما هنسيبه اكتر كل ما القوام هتلاحظوا انه هيبدأ يتخن معانا اكتر. خلاص كده تمام. نزلت الخليط من على النار. دلوقتي باقي حاجة كمان هضيفها، وهي الكريم شانتيه. انا ضفت كيس، ودلوقتي هضرب الخليط جامد بالمضرب. هنستمر في الضرب، نضرب بسرعة لغاية ما تحسوا معايا ان القوام بدأ يتغير. شايفين معايا القوام بدأ يتخن كده، بس جميل جدا، له ملمس كريمي ما شاء الله يا جماعة. عاوزة اقول لكم الطعم كمان رهيب. لو حابين تقدموا الوصفة كده لونها فاتح، طعمها زي العسل، وشكلها كمان هيبقى جميل جدا. ولو حابين تخلوا لونها غامق هتضيفوا الكاكاو. شايفين يا جماعة الملمس بقى ازاي؟ هو ده القوام المطلوب، روعة. دلوقتي انا هسيب نص الكمية كده لونها فاتح، والنص التاني هضيف الكاكاو. شلت نص الكمية، والكمية الباقية ضفت عليها الكاكاو. هنضيف الكاكاو لغاية ما نوصل للون المطلوب، يعني هتحطوا معلقتين او 3.
لغاية ما توصلوا للدرجة اللي انتوا عاوزينها. دلوقتي هنقدم المهلبية مع بعض. هقدمها بكذا شكل، وانتوا طبعا براحتكم قدموها بالشكل اللي انتوا عاوزينه. ممكن نقدمها زي ما انتوا شايفين، الدرجة الفاتحة اللي لونها ابيض وجميل. شايفين الملمس والقوام بتاعها والطعم حكاية. خلاص، ده اول شكل ممكن نقدم بيه المهلبية. الشكل التاني ممكن نعمل طبقات غامقة معاها طبقات فاتحة، بتعمل شكل حلو قوي. لغاية ما نخلص المقدار زي ما انتوا شايفين معايا، شكل جميل جدا. والشكل التالت اللي انا عملته، جبت ورقة كرتون غلفتها بورق زبدة وحطيتها في النص. عاوزة احط نص الكمية اللون الغامق والنص التاني باللون الفاتح، وهتشوفوا الشكل معايا بعد ما اخلصه. وبكده خلاص وصفة النهاردة جاهزة معانا. عملت لكم 3 اشكال، وطبعا تقدروا تقدموها بالشكل اللي انتوا عاوزينه. الكمية اللي انا عملتها النهاردة هتكفي 6 كوبايات او 6 اطباق من الحجم الصغير. لو حابين تقدموها كده مفيش مشكلة. لو حابين كمان تضيفوا عليها شوية مكسرات، انا كان عندي شوية سوداني ضفتهم على الوش. كمان كان عندي حبة شوكولاتة اخدتها من نادي ونورة، كسرتها قطع صغيرة وحطيتها كمان، اديتها منظر حلو جدا. اتمنى تكون وصفة النهاردة نالت اعجابكم. وصفة سهلة وبسيطة. شوفوا معايا كده وانا بطلع بالمعلقة، روعة يا جماعة. ونخلي بالنا ان هي كمان لما نسيبها شوية هتتماسك اكتر من كده. لو حابين كمان تحطوها شوية في التلاجة. اتمنى كل اللي شاف الفيديو النهاردة يضغط لايك، واللي مش مشترك في قناتي يفرحني ويشترك في القناة. وكل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله اكبر بدعمكم ليا وبجودكم دايما معايا. مع السلامة يا حبايبي، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.